طبق خفيف وظريف جدا هيرجعكوا لسنين لورا. طبق بجد ما يعرفوش اجيال الاندومي والرامن والحاجات دي كلها. طبق الشعرية بالسكر تجنن. لو في حد ما يعرفوش احنا هنعمله النهاردة سريع جدا، ما بياخدش في ايدك 5 دقايق. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل وصفاتي. يلا بينا على الطريقة. حلة او طاسة او قلاية، اي حاجة عندك فيها معلقة من السمنة البلدي او الزبدة، وتنزلي عليها بكوباية من الشعرية. هتفضلي تقلبي فيهم على النار لحد ما ياخدوا لون حلو. ده نوع الشعرية اللي انا مستخدماه، عشان في شعرية ارفع من كده مش عايزاها. اول ما ياخد معايا اللون الذهبي ده هنزل عليهم بالمية، سخنة او عادية مش شرط، يدوب بس اغطيها واحطها على النار واسيبها لحد اما الشعرية تشرب المية بتاعتها كلها. خليكي واقفة جنبها علشان ما بتاخدش وقت، كل ده في ثواني بيحصل. خلاص بخد شربت هنا المية بتاعتها كلها، هدي بقى النار خالص عشان الشعرية تستوي. يدوب مفيش 3 4 دقايق بالكتير. هحط حليب على النار يسخن. الشعرية بتاعتي هنا بقت جاهزة. هسكرها بقى، انا بحب احط عليها السكر وهي سخنة عشان يسيح. لو انت بتحبي تحسي بالسكر سيبيها تبرد شوية وحطي عليها السكر، هيبقى مقروش كده وبيجرش في البق، بيقرقش. انما دلوقتي لو حطيت السكر دلوقتي بيسيح معاها وبيديها لمعة حلوة وما بتحسيش بقرقشة السكر. طبق خفيف جدا ما بياخدش في الايد 5 دقايق، حرفيا في ثواني كل ده بيخلص. حلوة للعشاء وحلوة للفطار، وطبعا الطبق ده بيدفي جدا في الشتاء. تبداي بقى تحطيه في الاطباق، تقدميه بالطريقه دي. تحبي تحطي عليه مكسرات ممكن، قشطه، والله ممكن تجربوا صوصات، انا مجربتوش قبل كده، بس صوصات هو لوحده كده اصلا يجنن. جربوه بجد، انا متاكده ان هو هيعجبكم. وفي طريقه للتقديم تانية ودي اللي انا بفضلها، ان انا احط عليه بقى حليب. هنا الشعريه لما بتبرد شويه بتتماسك في بعضها كده، بحطها في الطبق واحط عليها الحليب وبس خلاص، مع نطرة فانيليا كده بتديها نكهة حلوة قوي وكده يعني تجنن. بتحب الاضافات بقى ممكن تزودي معلقة قشطة على الوش، تبقى زي ام علي كده مع المكسرات والزبيب، بتبقى حلوة برضو. بس انا متأكدة انها هتعجبكم وهي خفيفة كده جدا. وبس خلاص، لو وصلتوا في الفيديو لحد هنا شكرا لكم بجد، ومتنسوش تحطولي لايك وتقولوا رأيكم في الوصفة الخفيفة دي.